برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. مساء الخير على كل اللي بيسمعونا على راديو برونتو. معاكم ريجينا يوسف وبرنامجكم حياتنا والحدوتة. كل إنسان فينا عنده جانب مظلم بيحاول يخبيه، بنسميه نقطة ضعف، ومحدش فينا ما عندوش نقطة ضعف. الضعف ده غالبا بيبقى إحساس بعدم الأمان من حاجة نقصانة أو مشاعر مش عارفين نتحكم فيها. بس نقطة الضعف دي مجرد نقطة صغيرة في بحر كبير قوي هو نفسك، فما تحكمش على نفسك من نقطة واحدة. وجايز تكون نقطة ضعفك دي هي نقطة قوتك، بس إزاي؟ يلا نسمع حكايتنا عن بنت كان عندها جرتين بتعلقهم على عمود وتشيلهم عشان تجيب مية، ومع الوقت جرة منهم حصل فيها كسر صغير في جنبها. لاحظت البنت الكسر ده بس فضلت تستخدمها، وكل يوم لما بتوصل البيت بتكون الجرة المكسورة نصها بس مليان، لكن الجرة التانية مليانة على الآخر. وفي يوم حلمت البنت إن جارتها دي صاحبتها وبتقول لها: أسفة على عيوبي، الكسر اللي فيها خلاني ماليش لازمة، بوقع نص المية ومش بفيدك. ردت عليها: انتي مش فاهمة الحقيقة، عايزاكي تبصي حواليكي على الطريق. فعملت زي ما اتفقوا، وساعتها لقيت نباتات وورود جميلة بتنمو ناحيتها، على عكس الناحية التانية ما كانش فيها أي ورد. وهنا صاحبتها قالت لها: خدتي بالك من الورد على الطريق من ناحيتك؟ دايما كنت عارفة كسرك واستفدت منه عشان أسقي الورد ده، لولا الكسر بتاعك ما كانش الطريق هيبقى مليان ورد وجميل كده. وأخيرا فهمت الجارة المكسورة إن الحاجة اللي كانت شايفاها نقطة ضعفها كانت نعمة للورد والنباتات على الطريق، وفرحت وحزنها راح. وهي دي حياتنا، كلنا بنعاني من كسور جوانا، بس الكسور دي هي اللي بتدخل النور. زي ما الكسر في الجارة ساعد النباتات تنمو، أي كسر برضو عندنا ساعدنا وساعد الناس حوالينا. لما بنمر بألم يكسرنا ده بيخلينا نقدر وجع وتعب اللي حوالينا ونمد ليهم إيد مساعدة، بيخلينا نحسب كلامنا قبل ما نقوله وكل تصرف قبل ما نعمله، لأننا عارفين تأثيرهم. كسر الألم بيغيرنا ويشكل فينا من جديد ويكبرنا، بيخلينا ناس سوية، ما تحبش الوحش اللي اتعمل معاها تعمله مع أي حد. اقبل فكرة إنك محدود وما تطالبش نفسك بالكمال لأنك إنسان، يكفي إنك بتحاول تكون إنسان أفضل. وكل ما تقفش نفسك وإنت بتطالبها بالكمال قول بصوت عالي: أنا إنسان، يا رب ساعدني أكون إنسان لكن في حال أفضل. خليك حقيقي على طبيعتك بمميزاتك وعيوبك، ومهما زاد وقت ظلمتك اعرف إن دي مش نهايتك، دي بداية ظهور مصدر للنور جواك قادر يغطي على كل حاجة وحشة حسيت بيها. خلصت حلقتنا وحكايتنا ورسالتنا. شكرا لكل اللي بيسمعونا، استنونا في حلقة جديدة ورسالة جديدة وحياتنا والحدوتة.